لك يلا نسافر، يلا نسافر for a better future، عشان البلد اللي احنا جايين منها مش عارفين نعيش فيها، عشان حياة افضل. بس اللي قالك كده، او لو انت فكرت كده، انت ما كنتش عامل حسابك يا بومبو على اللي هيحصل فيك لما تسافر. الغربة ومعنى الغربة واحساس الغربة، وقد ايه انت بتشيل حاجات وبتنعى هم حاجات انت ما كنتش حتى بتفكر فيها. قد ايه الفرقة من اصحابك والفاميليار بليسز بتفرق، وبتحس بوجعها في ايام مفترجة زي ايام رمضان ولا العيد ولا اي حاجة انت بتعملها. فور شور ممكن يكون كان ديسيجن كويس ليك، وفعلا ممكن تكون حياتك احسن في اسبكتس كتير، بس ده ما يمنعش ابدا ان الشيلة بتبقى تقيلة قوي، لدرجة ان البني ادم ممكن يجيله depression وممكن يجيله امراض فيزيكال منها. ومش شرط انك انت عشان بس لوحدك، حتى لو مثلا انت مسافر as a partner ومعاك your partner، لما تبقى عيلة صغيرة وبتجري على اكل عيشك، وفي نفس الوقت انت في كالتشر ممكن تكون، واكيد هي مختلفة عن الكالتشر بتاعتك، ازاي انت ممكن تتعامل مع اختلاف الكالتشرز دي وفي نفس الوقت ما تفقدش هويتك؟ الموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلها، ومحدش هيشوف الجانب المظلم من الحكاية، هيشوفوا بس الجانب الحلو. بس ده مش معناه ان انت مش بتعاني، وده مش معناه ان الاختيار اللي عملته غلط، بس معناه ان كل اختيار وله تمن. فالشاطر اللي يعرف يقيم تمن الاختيار اللي هو بيعمله، ويعرف يبيلد كوبينج سكيلز، ويبني كوميونيتيز تساعده وترمم روحه وتسنده في الغربة. بس خواطر من دكتور آلاء في الغربة.